السلام عليكم، مرحبا بكم في حلويات خديجه. في حصه اليوم ان شاء الله نوجدوا واحد صابله بالكراميل. صابله كيجي مذاق ديالو لذيذ بزاف، كيخرجنا كميه كثيره. دوزو نتعرفوا على المقادير ونشوفوا طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي نحتاجوها، عندنا 125 غرام ديال الزبده. الزبده ديال تكون ديال العبار، زبده مزيانه. غنحتاجو 350 غرام ديال الطحين ديال الفرص، ما يعادل 3 كيسان ونص بالعبار ديال كاس عنبه. ونحتاجو بيضه وحده، ونحتاجو كاس واحد ديال سكر كلاصي العادي ما يعادل 100 غرام. نحتاجو شويه ديال الكونفيتير باش ندهنو به، وغنحتاجو 2 معالق كبارين ديال الحليب مركز محلى على شكل كراميل. اما كتشريو العلبه اللي كيكون فيها واجد كراميل، يا اما كتشريو العلبه العاديه وطيبوها في الكوكوط حتى كيولي كراميل. وغنحتاجو 80 غرام ديال اللوز اشي حتى هو نزينو به. عملت هذيك البيضه وغنضيف عليها الحليب مركز محلى كراميل. غنخلط شويه ونضيف هذاك السكر كلاصي. غنزيد دابا الزبده خصني نخلطها بيدي باش كتخلط مزيان. نحاول نفرتتها بهذا فوي. صافي، وغنستعمل يدي باش نخلط هاد الزبده مزيان. غنبقى نضيف دابا الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه. بعد ما كنضيف الدقيق، كميه الدقيق اللي عندي كامله، هذا هو العجين اللي كنحصل عليه. كما كتشوفوا عجينه اللي طريه بزاف، العجين كيكون لين. دابا غنحتاج انني نغلفو بالسلوفان، ندخلو الثلاجه على الاقل واحد 4 ساعات حتى يبرد مزيان، عاد نبدا نطلق. دابا غندوزو نطلقو العجينه. بعد ما ارتاحت غنديرها في واحد البلاصيكه ونغطيها بالبلاستيك ونبدا نطلق حتى كنرقق العجينه. بعد ما طلقت العجينه نحاول نرش عليها شويه ديال الطحين من الفوق باش يسهل عليا الطبيع ديالها بلا ما تلصق لي في الطابع. غنجيب واحد الطابع هنا نطبعه بالطابع اللي الشكل ديالو اوفال، نقدروا نطبعوه باي طابع بغينا. من بعد نهز الحلوى نديرها في واحد لاطه اللي تكون فرشه بابيل سولفيريزي اولا تكون مرشوشه بالطحين.
والعجينه اللي كتبقى لي كنولي نطلقها ونطبعها بنفس الطريقه. بعد ما طبعت الحلوى درتها في اللاطه، نجيب دابا هذاك الكوفيتير كنحاول نضربها شويه بالفرشيطه وغنجيب شيته وغندهن الصابلي من الفوق. كندهنو هكا بالكوفيتير. فوق من الكوفيتير كنرش هكا شويه ديال اللوز هشي ولا اللوز كونكاسي. على فكره هاد اللوز ديما كيسولوني عليه، ملي كنشري هاد اللوز كنشريه من عند الناس اللي كيبيعوا القوام ديال الحلوى. من الاحسن انكم تشريوه حيت الا بغيتو تعدلوه في الدار ما يعجبكمش هكا بنفس المنظر. كتشوفوا عند الناس اللي كيبيعوا قوام الحلوى كتقولوا لهم اللوز اشي ولا اللوز كونكاسي كيعطيوه لكم. كيتباع بالعبار شحال ما بغيتو تديو كتديو. دابا غنكمل هكا ندهن الصابلي من الفوق بالكوفيتير ونرش عليه هكا شويه ديال اللوز وغندخلو الفران يطيب على 180 درجه. نشعل الفران من تحت ومن الفوق نخليه حتى كيتحمر ونخرجو نفرن. وبقى لي شويه د العجينه نكملها بنفس الطريقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا من بعد ما كنخرجوه من الفران. كما كتشوفوا كيجي المنظر ديالو جميل وكيخرج واحد الكميه كثيره. هاد العجينه هذه خرجت لي 60 حبه والمذاق ديالو كيجينا لذيذ بزاف. كما كتشوفوا كيجينا على هذا الشكل هذا، كيجينا لذيذ بزاف وهشيش وفيه واحد شويه ديال التقرميشه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وبصحه وراحه. الا عجبتكم الحصه اليوم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه. اسفل هذا الفيديو تلقاو رابط الوصفه باللغه العربيه وتلقاو رابط الوصفه مكتوبه. الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.